هسه تقولين حزب الديمقراطي الكردستاني يشكل حكومه، يقدر يشكل حكومه، مثلا جاب 51 يشكل، ولكن بدون الاتحاد الوطني سنواجه مشاكل كبيره جدا، خلاف كبير جدا، لان هم مسيطرين على السليمانيه وحتى مثلا كويسنجاق التابعه لاربيل. فلذلك يجب ان يكون هناك تفاهم بين الحزبين. هذا التفاهم ايش وقت يجب ان يكون تفاهم؟ دائما يجب ان يكون تفاهم، بس انت اذا انت ما تتوصل الى حل. هذا اخواني ما واصل باجتماعات، فتره من الفترات صار يعني اتفاق وتفاهم كبير جدا، بقوا على مساله وزاره او بعض الامور. المفروض يصير نوع من التنازل، يعني سواء كان من الديمقراطي والاتحاد الوطني، يعني هذا التنازل وهذا الاتفاق والتفاهم حتى راح ينعكس على قوه الكرد في بغداد. يعني اختلاف الكرد في بغداد دليل ضعف، دليل ضعف امام الكل. احنا من نجي موحدين الى بغداد مطالبنا وحده، ورقتنا وحده، تحسم القضايا مباشره. يعني حتى لو ما تحسب انت بقوه تدخل على، بس هسه يجي يتفاوض ويا الاتحاد الوطني من طرف، يتفاوض ويا الديمقراطي من طرف، ما تنقل الصوره. زين، منو المعرقل حتى هاي اللحظه بشكل صريح؟ اثنينهم معرقلين، كل يبحث عن مصالح، مو لا الاتحاد الوطني. زين، وشلون راح تنحل اذا صار سنه ونص على هاي الوضعيه من بدايه الانتخابات؟ هسه هم ربطوها، انا اقول لك ربطوها ويا رئيس الجمهوريه فتره من الفترات، ويا انتخابات البرلمانيه بالبدايه، بعدين ويا انتخاب رئيس الجمهوريه. اعتقد اليوم ما بقى شيء، لا بقت الانتخابات البرلمانيه بالعراق ولا بقت رئيس الجمهوريه.